كاسدية، يلا اعملوها دلوقتي بأقل المكونات وبأسرع طريقة والنتيجة خطيرة. فاكرين الفراخ اللي احنا تبلناها؟ هنعمل بيها أحلى كاسدية هتعجبكم جدا، وفي الجو ده مش محتاجين اكتر من الاكله دي. اول حاجه في الحله على النار هحط كيس من اكياس الفراخ اللي انا تبلتها، والفيديو موجود قبل كده. مش هقلبها خالص، هسيب الفراخ على النار على نار عاليه لحد ما تبدا تاخد لون بالشكل ده. كده نضمن ان هي مش هتنزل اي سوائل وهتستوي احسن وهتطلع اطرى بكتير. هقلبها زي ما انتم شايفين واخده لون بالشكل ده على الجنب التاني، وبرده مش هفضل اقلب فيها باستمرار. وخلاص هي كده استوت بعد ما سبتها على النار، ما بنقلبش كتير زي ما قلتلكوا. هي كده استوت خلاص وجوسي وطعمها بيطلع خطير. هسيبها على جنب، وفي حلة تانية او في طاسة تانية هضيف البصل وهضيف عليه رشة من الملح ورشة من السكر عشان نكرمله. هضيف الفلفل الالوان، انا ضفت فلفل احمر، وهنسيبهم لحد ما يبداوا يتبالوا شويه وياخدوا لون. بعد كده في الجريل هحط عيش التورتيه وهضيف عليه جبنه موتزاريلا، وممكن نضيف جبنه تشيدر او اي جبنه تانية، وهنضيف الخضار وعليهم الفراخ. واخر حاجه رشه من جبنه الموتزاريلا تاني، وهنقفل العيش بتاعنا وهسيبه على نار هاديه ياخد لون من على الجنبين والجبنه تسيح ويديني نتيجه حلوه جدا. بنقلبه بكل سهوله، وكده خلاص السندوتشات بتاعتنا جاهزه. جربوها ومتاكده هتحبوها، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لها شير.